يلا نعمل فكرة من أي شنطة يد قديمة، شنطتك اللي اتقشرت، اللي ايديها اتقطعت، اللي خلاص ما بقيتيش تخرجي بيها. نبدأ بسم الله. هنقطع كده أو نقص الشنطة من تحت اليد على طول، وهشيل البطانة بتاعتها وكل حاجة. أنا عايزة الجزء الجلد بس. هبدأ بقى أقص بالمقص كده على خط واحد علشان تبقى كلها متساوية، ولو في أي برضو جزء مش مظبوط هسويها بعد ما أقطع كل الجزء ده. ده الجزء اللي أنا عايزاه. طبعا شلت اليد واي حلية في الشنطة لاي استخدام تاني. وهنا هاخد ارتفاع الشنطة ودورانها على قطعة كرتون، هعمل لها شاسيه من جوه بالكرتون. جبت بادي كارينا قديم، في قطعات طبعا، الاكمام بس بتاعته هي اللي كانت تقريبا سليمة، فاخدت الاكمام دي وهبدأ اغلف بيها قطع الكرتون بتاعتي. ودي طريقة سهلة اوي تغلفي بيها قطعة الكرتون، يعني ما خدش معايا وقت خالص، يا دوب هدخله وهلزق الحروف بس هقفلها بالشمع. طبعا هدخل قطعة الكرتون التانية في باقي الكم اللي متبقي من ورا ده. هقفل الاول الحرف ده وهلزق قطعة الكرتون التانية فيها، وهشد عليها كم البادي، وهبتدي ان انا اقفلهم مع بعض بالطريقة دي بحيث يبقوا زي دايرة مقفولة كده، وهدخلهم جوه الشنطة. هضيف بقى شمع كده وهثبتها جوه الشنطة. المقاس متاخد مظبوط، الدوران بالظبط، بحيث ان تبقى الجلد مشدود عليها كده ومفيش اي تنايات في الجلد. ابتدي اشد جلد الشنطة على الاحرف بالظبط واثبت بالشمع. وبما ان الكرتونة متغلفة بالقماش فالجلد هيمسك كويس اوي في القماش بالشمع. كده انا خلصت الشاسيه كله من جوه. ودي القاعدة برضو اخدتها على قطعة كرتون وغلفتها من نفس البادي، وهبدأ اثبتها في القاعدة من جوه. ضفت له شمع كده من جوه وهبدأ اثبته في القاعدة. طبعا انا واخده مقاس القاعدة من بره على قطعة الكرتون الاول وقصيتها بالمقص. هأكد على الأحرف كويس علشان الشغل بتاعي يبقى مظبوط والحاجة اللي هعملها تبقى متينة وعملية. هنا بقى هجيب أي خيط يكون سميك، استخدمت خيط خيش، وهبدأ أعمله على الأحرف من جوه كده، هيسد لي أي فراغ وفي نفس الوقت هيديني فينش حلو أوي. حتة حتة كده هثبته بالشمع، وعند نقطة البداية اللي بدأت منها هقص الزيادة والزق الطرفين كويس أوي. بقت بالشكل ده معايا، شكل جميل أوي من جوه. الأحرف بقى هستخدم كلفة، مش هستخدم جوبير خالص لأن الجوبير غالي، والفكرة بتاعت النهاردة عاوزين نعملها بأقل تكلفة. الكلفة دي المتر بتاعها ب5 جنيه. الشنطة يعني خدت أقل من نص متر. هثبتها كويس قوي على الأحرف، وشكلها جميل قوي على فكرة. في أنواع من الكلف جميلة جدا، مدية شكل جميل قوي مع ألوان الشنطة. اللون الأبيض عامة بينطق في أي حاجة وبيظهر الشغل حلو قوي. طبعا الأطراف بتاعتها أو الأحرف بتاعتها لما هنلزق عليها الكلفة هتديني شكل جميل جدا زي الحاجات الجاهزة كده، وأي عيوب بقى على الأطراف مش هتبان معايا خالص. ولسه كمان في خطوات تانية هنعملها هتخليها في منتهى الجمال. هبدأ أثبت بالشمع، وعند نقطة البداية اللي بدأت منها برضو هلزق الطرفين على بعض وهقص الزيادة. هثبت آخر جزء ده علشان ما تفكش مني أو تنسل. ده جزء كده كان في الطبقة الداخلية، هتنيه كده لجوه. جزء كان طالع من قماشة البادي
هثبتها بالشمع لجوه كده وهبدأ اثبتها تاني. اي عيب بيقابلك وانتي شغالة بيتعدل عادي. هنا الاطراف بقى هثبتها كويس قوي بالشمع لو في اي جزء كده ما كانش ملزوق كويس. وهنا بقى هعمل اخر خطوة بالخيط الخيش برضو السميك اللي انا استخدمته، همشيه على الاحرف وهعمل بيه اليد بالطريقة دي. هعمل الصف الاول ده اللي انا عملت منه اليد، وهعمل صف كمان تحتيه. اداها شكل جميل جدا ورسم الشكل قوي. تاني صف دوت هثبته برضو كويس قوي بالشمع، ومش هخلي اي مسافة بينه وبين الصف الاول عشان يديني برضو فينش حلو. وهنوصل عند نقطة البداية اللي احنا بدأنا منها، وهلزق برضو اخر طرفين كويس قوي، وهشيل اي زيادة بالمقص. خطوات كلها سهلة وبسيطة، وفي الاخر النتيجة جميلة جدا. دي بقى قطعة جلد من الجزء اللي قصيته من الشنطة، قصيتها بالشكل ده على شكل بيضاوي كده بس طويل شوية، وهبدأ اثبتها على طرفين كل يد. هتديني بقى شكل زي الحاجات الجاهزة بالظبط، وفي نفس الوقت هتثبت اليد جدا، يعني اليد مش هتفك خالص. هتديها شكل زي الحاجات اللي بتتجاب جاهزة بالظبط. الحاجات دي بتبقى غالية قوي، خصوصا انها بتبقى معمولة يدوي. اليد التانية برضو نفس الكلام، هلزق لها جزئين زي دول كده. نكون بقى مجهزين فصين لولي بعد ما اخلص الخطوة دي، اللي هو نص فص. الخطوة دي اختيارية بتاعت الفصوص، لو انتي مش موجودة عندك يعني مش مشكلة، هتبقى برضو الشكل جميل، انما هي اضافة جميلة. استخدمت فصوص بيضة عشان تمشي مع التل اللي انا حطاه او الكلفة. هثبتها كده على كل قطعة جلد من الناحيتين، من جوه ومن بره. ودي النتيجة النهائية بجد في منتهى الجمال، والصور ظلماها في الحقيقة بجد تحفة ومتينة وعملية. وعملناها من مفيش، من حاجات كنا هنرميها، مفيش غير اضافات بسيطة بس، زي مثلا الخيط زي الكلفة، ودي حاجات مش مكلفة خالص.